بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي. يا صباح الرضا، طبعا ده أول حاجة لازم نرضى باللي ربنا قسمه لنا. يا صباح الجمال على عيونكم. طبعا هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل فراولة. هنعمل اللهم صل على حضرة النبي 3 كيلو فراولة، عليهم كيلو سكر. وطبعا الفراولة اللي انتوا شايفينها ورا دي طبعا ده جاية لرمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين. قلت فرصة بقى عشان ما اعملهاش فيديو لوحده، لا انا غسلتها اهي وكيستها على طول، هتشوفوها طبعا في الفيديو. وطبعا عملنا العصير، عصير فراولة كمان معانا اهو. ما شاء الله ولا قوة، انا ما حطيتش طبعا، ما شاء الله ولا قوة الا بالله الاول. انا ما حطيتش في كوبايه لاني مش فاضيه، قلت لا احط في ازازه على طول. انا النبي عربي يا حبايبي، وقلت لكم انا بعمل بطبيعتي، لان انا لسه احط في كوبايه ورجعت انا افضي في كوبايه وفي ازازه واغلب نفسي. لا لا لا، كده على طول بقى ايه، النبي عربي. فما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الفراولة تحفة تحفة تحفة، ما عملتهاش بالهاند بلندر ولا أي حاجة، استوت معانا. هنشوف في الفيديو. ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم يا حبايب قلبي. ويلا بينا نصلي على الرسول ونشوف الفيديو مع بعض، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض مربى الفراولة. دلوقتي أنا دول 3 كيلو فراولة، هحط عليهم كيلو سكر وهحطه في التلاجة الصبح إن شاء الله. هنبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. دول 3 كيلو، حط عليهم كيلو سكر. تمام تمام. يا صباح الفل على عيونكم يا حبايب قلبي. احنا كده تاني يوم، انا كده بيتها في التلاجة على الكيلو السكر. هنحطها كده بقى على النار مع بعض ون ونشغل عليها. هنشغل عليها مجرد ما تغلي نهدي بقى النار عليها خالص. تمام. بصوا حبايبي، دي المية بتاعتها اللي نزلت. يعني انا شلتها في التلاجة ليه؟ عشان تنزل لي المية اللي انتوا شايفينها دي. شايفين المية دي؟ هي دي ميتها، مش هزود اي مية عليها بقى. كده مجرد ما تغلي بس كده هنهدي عليها النار، وهنقش طبعا اللي هيبقى الريم اللي على الوش والحاجة دي كلها هنعمله مع بعض. يلا نصلي على الرسول يا حبايبي ونبدأ يومنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل بيوتنا عمرنا يا رب، عمرنا بذكر الله أحسن من أي حاجة والله العظيم يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيت اوريكم ده كله بيتشال اللي على الوش ده، ولسه ما حطيتش الليمون خالص. هحط الليمون، هحطه معاكم برضه. بصوا يا حبايبي، الفراوله شغاله اهي، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كل ما بتشوفي حاجه على الوش زي دي كده بتشيلها على طول. هي بدايه الغليه، ما تسيبهاش الا لما تشيلي اللي على وشها كله. تمام. انا ما ضفتلهاش ميه خالص خالص. الميه بتاعتها دي يا حبايبي هي اللي نزلتها، اللي انا شغلت بيها بس. واللهم صل على حضرة النبي. سبتها تغلي وحطيت لها ليمونتين. الليمونتين اهم، الليمونتين اهم يا حبايبي، دول الليمونتين اللي انا حطيتهم. وطبعا جايين معاها فراولة تانية غسلتها وهفرزها معاكم اهو، هعبيها ونشوفها مع بعض اهو. يبقى فرزنا الفراولة وفرزنا الجوافة وفرزنا البرتقان، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وفرزنا المانجا. كل سنة وانتوا بألف خير يا حبايب قلبي، وربنا يوسعها علينا كلنا يا رب، ويجعل ايامكم كلها سعيدة يا رب، ويبارك لكم في اولادكم وفي ازواجكم. اللهم امين يا رب العالمين. فعايزه اقول حاجه تاني، معلش استحملوني. الناس بتزعل، بتقول المشاهده ومش المشاهده. والله يا جماعه انا لقيت ده كله من اليوتيوب كل المشاهده بتاعتنا ما تطلع. اليوتيوب هو اللي بيحذف لنا المشاهده، هو اللي بيحذف المشتركين. ليه؟ انا مش عارفه، مع ان في قنوات تانية كتيره كل يوم اشوف مثلا زاد عندهم نسبه المشتركين. يعني اللي لسه كانت 500 بقت 4000. يعني انا بيعملوا ايه؟ انا عايزه اعمل زيهم، مش عارفه هما بيعملوا ايه بصراحه. فاحنا كلنا تعبانين، وكلنا يعني احنا مش فاتحين القناه نلعب ولا نهزر مع بعض ولا ده، لا احنا فاتحين القناه لهدف.
لهدف، وكلنا فعلا محتاجين ان احنا ربنا يوسع علينا في القناة شوية. فيا ريت اليوتيوب يخلي باله مننا شوية، عشان كده حرام بصراحة، لان احنا بنتعب في الفيديو لما بيطلع، وبنتعب كمان يعني فلوس النت بندفعها كمان، يعني احنا مش تعب ان احنا بنتعب بس. فحرام يعني، حرام اللي بيحصل ده. لان انا كانت نسبة المشاهدة عندي بتطلع، ابص الاقي نسبة المشاهدة نزلت خالص. طب ليه ليه انا مثلا الحمد لله اللي انا بعمله عاجب الناس؟ فخليك رحيم بينا بقى، حرام يعني بصراحة. لان انا فعلا محتاجة القناة انا محتاجاها، معلش انا اسفة. القناة انا وقفت وبعمل في القناة لان انا محتاجة ان ربنا يكرمني وقناة تتعرف وتكبر، لان انا محتاجاها. فانا مش داخله العب ولا داخله اهزر، انا داخله بعمل حاجه بتفيد الناس وبتفيدني في نفس الوقت. تمام. يلا نشوف الفراوله بقى اللي هنفرزها مع بعض. الفراوله هي يا حبايبي غسلتها وقطعتها طبعا، ما شاء الله. لا ما قطعتهاش، نضفت يعني، شلت اللي فوق ده. وكده هعباها في الاكياس بتاعتها بتاعت التلاجة، وهنشوفها مع بعض بعد ما ايه. قلت طالما عملت فراولة هعملها معاها بقى، بدل ما اعمل فيديو لوحدها، لا هي والمربى بقى مع بعض كده. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل، وربنا ينفخ في صورة قنواتنا جميعا يا رب. ونتعرف ونكبر كده ونبقى كلنا ما شاء الله. انا مش بقول مليون ولا حاجة والله، انا مش طمعانة يعني ولا طماعة. قولي لي بس 10,000، انا راضية. يعني انا راضية بال10,000 الحمد لله. بس ادعوا لي ان ربنا ينفخ في صورتها كده بقى وتكبر شوية، لان انا بصراحة تعبت تعبت. يعني انا امبارح كنت مصورة الفيديو بتاع المخلل، وبعدين جاني مشوار عايزه اخرج، ورايحه مشوار مع اسراء. فبقول لابو احمد انا الفيديو لسه ما حملش. قال لي يا شيخه فيديو ايه، خليه جنب اخواته. فبصراحه في احباط جامد 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 جامد، لان انا شايفه قنوات تانية بتطلع بصراحه، وانا القناه بتاعتي واقفه، وغيري يعني، مش انا لوحدي. يعني قنوات تانية ناس بتتعب برضو زيي، والله بتتعب، ويعني اللي بيقدموه حاجه حلوه جدا جدا جدا. يعني اخواتي واصحابي وكلهم ما شاء الله عليهم، وبرضو نفس زيي برضو، مش الالف واقفة عندهم ما بتتحركش. فيا رب يا رب يا رب يا رب اللي يكبر بخاطرنا ربنا يكبر بخاطره، يا رب يا رب اللي يكبر بخاطرنا يكبر بخاطر ربنا في حق الايام المفترجة دي يا رب. فيا رب نتعرف وقنواتنا تكبر ويكبر بخاطرنا جميعا. وهنكمل مع بعض هب الفراولة وارجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، كده خلصت الفراولة. هنجيب بقى اللهم صل على حضرة النبي، هنجيب معاه المربى. وطبعا ما ننسناش الحاجة ام احمد طبعا عشانها صايمة، هنعمل لها شوية عصير. الحاجة ام احمد اللي هو انا طبعا. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. طبعا كده هخلص بقى المربى واجيبها هي كمان واعمل العصير، ونبقى كده خلصنا الفيديو. بصوا يا حبايبي ما شاء الله، كده بقى بتعرفك ان انا خلاص دخلت في السوا، انها بتعمل بقاقيع كده او فقاقيع كده زي ما بتقولي، هتقولي عليها ايه. ما شاء الله كده يبقى خلاص دخلت في السوا. كده هديها مثلا، انا عن نفسي هديها غلوتين كمان كده وافضيها ونشوفها بقى مع بعض. تمام. يلا يا حبايبي نصلي على الرسول كتير، واللي ما عملش اشتراك يعمل كومنتكم الجميل، ويا رب يكبر بخاطرنا جميعا يا رب العالمين. ادعوا لنا دعوة حلوة من قلبكم بقى كده. كده خلصنا يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الفراولة تحفة. حطيتها طبعا في الطبق ده، انا متعودة بحط الفراولة هنا. عملت العصير اهو، الفراولة اللي هفرزها اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا الطريقه سهله وبسيطه، وما خدتش حاجه. من دول 3 كيلو فراوله يا حبايبي، حطيت عليهم كيلو السكر، بيتها في التلاجة. تاني يوم حطيتها، نزلت طبعا ميتها، ما حطيت لهاش ميه خالص. هتحطها على البوتاجاز، هتشيل اللي على وشها كله في الاول خالص، وبعد كده تهدي النار خالص خالص، وتسيبها بقى مع نفسها. ما شاء الله لا عملتها بالهاند بلندر ولا اي حاجه، ما شاء الله استوت اهي ودخلت في السوا ما شاء الله. فضيتها كمان في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، بحط الغطا ده طبعا عليها. دول 3 كيلو يا حبيبي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال الجميله ازاي ما شاء الله. انا طبعا ماسكه التليفون بايدي، مش حاطاه على الرينج لايت.
فما شاء الله ولا قوة الا بالله. عارفة اتحكم بقى كده افضل. فراولة هلا حطيت عليها طبعا عصرة ليمونة. هي طبعا من غير عصرة ليمونة كمان عادي، لان ما شاء الله الايام اللي جاية خلاص. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على ابواب خلاص. يا رب يعود عليكم الايام بخير يا رب. ما شاء الله العصير طبعا والفراولة واسيبكم في رعاية الله وامنه. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم يا حبايبي، في رعاية الله يا حبايبي. مع الف سلامة.